متابعينا الكرام، كما كان متوقعا صراخ وعويل ونباح ولطم وكل انواع البكائيات والمظلوميات في حظيره الجزائر. اليوم غادي يكون عزاء في شيراطون وفي غير شيراطون، وهنا كنقصد تلك الاطراف اللي كتغنى بما يسمى بقضيه فلسطين وكتتاجر فيها حتى هي داخله معهم الان في بكائيات. هادشي علاش متابعينا الكرام؟ وشوفوا معايا المفارقه العجيبه. الدوله اليهوديه اسرائيل تعترف بالوحده الترابيه للمملكه المغربيه، والمغرب لم يقدم لها اي شيء في المقابل، لم يعترف بالقدس كعاصمه لاسرائيل، لان القدس كتبقى لنا نحن كمسلمين خط احمر، وهذه المساله كتكون في جميع البيانات ديال الخارجيه المغربيه، وهذه المساله معروفه. لكن شوفوا معايا المفارقه العجيبه. الدوله اليهوديه تعترف بمغربيه الصحراء اللي هي اسرائيل، ودول تسمي نفسها دول عربيه واسلاميه تتآمر ليل نهار وتصرف كل ما لديها من أموال ومن خزائنها من أجل أن تقسم المغرب، من أجل أن ترى المغرب مقسم ومشتت، ومن أجل أن ترى المغاربة مقسمين مشتتين مذبوحين مقتولين مهجرين، ومنذ أكثر من 40 سنة وهم يسعون لهذا الهدف. لذلك متابعينا الكرام، ما يجي حتى شي قمقوم، وهذه المسألة قلتها حتى في 2020، يصدع لنا راسنا بتلك الشعارات الفارغة ديال فلسطين وظالمة ومظلومة ولا هم يحزنون. راكم شفتوا جيدا وسمعتوا جيدا التصريح ديال هذاك ما عرفش شنو سميتو، هذاك ديال حركة فتح المسؤول في السلطة الفلسطينية، وهو يتطاول بشكل خطير على مغربية الصحراء. فما يجي حتى شي قمقوم يصدع لنا راسنا بالقضيه ولا بالخزعبلات والهضره الخاويه والخوى الخاوي. حنا اللي كتعرفونا اننا ما اعترفناش بالقدس عاصمه لاسرائيل. انتهى. نشوفوا المصالح ديالنا فين كاينه، واللي بغى يبكي يبكي، واللي بغى ينطح راسو مع الحيط ينطح راسو مع الحيط، واللي بغى يلطم يلطم، واللي بغى يشتكي يشتكي. حنا حاجه وحده كنعرفوها، وهو مصلحه المغرب فوق كل اعتبار وفوق كل شيء. المغرب اولا واخيرا. متابعينا الكرام، استمتعوا جيدا بالبكائيات واللطميات والخزعبلات والهستيريا اللي غادي تكون في نظام حظيرة الجزائر وما جاور نظام حظيرة الجزائر. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.